مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية بالقدس هو أحد مؤسسات جمعية المقاصد التي تأسست عام 1961 كجمعية، وكانت الخدمات متعددة ومتنوعة في المجال التعليمي وفي المجال المساعدات الإنسانية وفي المجال الصحي. في الواقع أن المستشفى تأسس عام 1968 بعد الاحتلال للقدس سنة 67، وبدأ بدايات متواضعة جدا ببعض الأسرة البسيطة. عدد الموظفين مع مؤسسات الجمعية يتجاوز 1000 موظف. طبعا المستشفى خطى خطوات متسارعة في السنوات الأخيرة. بدأ بداية بسيطة كما ذكرنا ومتواضعة. اليوم هناك العديد من التخصصات في مستشفى المقاصد، في قسم العظام، في قسم الجراحة، قسم الولادة، الأطفال، جراحة القلب، جراحة الأعصاب، تقريبا يعني كل هذه التخصصات الموجودة. ولحد اليوم خرج الكثير من الأخصائيين الذين يعملوا في المستشفيات الفلسطينية، سواء في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. في الواقع أنه المستشفى حاليا يعاني من أزمة مالية بسبب ضائقة كورونا في الفترة الأخيرة، وبسبب الحواجز الموجودة على مدينة القدس لعدم وصول المرضى بسهولة إلى مستشفى المقاصد، كلها بحاجة إلى تصاريح من الإدارة المدنية الإسرائيلية حتى يتمكنوا من الوصول مستشفى المقاصد. بالطبع كمان هناك في مشكلة في وصول الطواقم الطبية إلى المستشفى بسبب الحواجز والتأخيرات التي تحصل في المستشفى. حاليا المستشفى هو مستشفى خيري، يعني 40 سنة أو 50 سنة اللي مضت هو ما كان وما زال الملاذ لكل الفقراء والمهمشين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين قست عليهم الظروف. وما زلنا لحد الآن نتحمل عبء لا بأس به من علاج هؤلاء المرضى، سواء بالعيادات الخارجية أو في المرضى النزلاء. بالطبع نعاني من أزمة مالية خانقة بسبب التكاليف الباهظة للمستشفى، بسبب الالتزامات الموجودة على المستشفى في مدينة القدس، غلاء المعيشة، الإجراءات الإسرائيلية، كمان التعقيدات الإسرائيلية، كلها هاي في الظروف الحالية أو في الأشهر الأخيرة الثلاث ما زلنا إحنا نعاني يعني في مشكلة توفر الأدوية والأجهزة المساعدة للمرضى بشكل كبير جدا، وهذا ينعكس على أداء المستشفى. في الفترة الأخيرة يعني الإدارة اتخذت قرارات تقريبا يعني لتخفيف هذه الأزمة من خلال تخفيف عدد من الموظفين. نأمل يعني مستقبلا أنه يتم تعاون ودعم المؤسسات العربية والإسلامية في الخارج لهذا المستشفى، لأنه هو الركيزة الأساسية في مدينة القدس، وهو من المؤسسات الباقية في مدينة القدس. يعني لم يتبقى في مدينة القدس من المؤسسات الفاعلة يعني سوى مستشفى المقاصد وشركة الكهرباء في مدينة القدس. طبعا احنا في عنا 1000 موظف، تقريبا 700 موظف من هؤلاء الموظفين هم من الضفة الغربية وقطاع غزة، اللي كمان هم يعيلوا أسر في الضفة الغربية وغزة. بالطبع نحن نشكر مؤسسة ميراثنا على ما قدمته من دعم إلى مستشفى المقاصد، ونأمل أن يتطور هذا الدعم إلى مشاريع أخرى اللي تصب في خدمة المرضى وفي ثبوت وصمود هذه المؤسسة في مدينة القدس المطلة على المسجد الأقصى المبارك. في مستشفى المقاصد عشان أعالج ابني معه مشاكل، ارتداد مرئي، أعصاب، مع أشياء كثيرة. والحمد لله هنا مستشفى كويسة وفي دكاترة محترمين كويسين. كرتاس لمستشفى المقاصد إلي هيني 7 أشهر، ويعني وإن شاء الله بيلاقوني يعني علاج لابني. وشكرا لمستشفى المقاصد. أنا بشكر الجمعيات اللي زي هيك بتدعم المواطن المريض. كل الاحترام والتقدير لكل البني آدم بيساهم وبيساعد مريض. يعني الجمعيات فيهم الخير ولسه في الدنيا في خير. طبعا المريض يعني زي حالتي أنا لازم إنه يصير معي مثلا ووكر، عكازات، معدات اللي أصير أروح وأمشي فيها. وبارك الله فيكم، الخير يعني موجود في الدنيا.
بنتي كانت تعاني منذ الولادة من نقص في السكر، وفي احنا من مدينة غزة، المستشفيات اللي عندنا فيش فيها إمكانيات إنه تقدم لنا العلاج، فتم تحويلنا إلى مستشفى المقاصد الخيرية لعلاجها، والحمد لله تم تشخيصها وعلاجها بالكامل، ووفرت كل الإمكانيات لنا، والحمد لله رب العالمين. ونشكر مستشفى المقاصد على قدمت لنا إياه، وكثير الشكر لها مقدمينها.